لماذا يريد الغرب إسقاط الرئيس السيسي بأي ثمن؟ منذ عام 2011 ومنطقة الشرق الأوسط تتعرض لمخطط لتقسيم المقسم ونشر الفوضى وتفكيك الجيوش الوطنية لصالح مشروع أمريكي له بنك أهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية، وهو ما رأيناه بأم أعيننا يطبق في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان. الأهداف الرئيسية لهذا المشروع الخبيث يمكن تلخيصها في 10 أهداف. أولا، إفساح المجال لتمدد ابنهم المدلل إسرائيل وإضعاف أي قوة محتملة تهدده. ثانيا، نهب ثروات المنطقة في السوق السوداء بأرخص الأسعار كما حدث مع النفط السوري واليمني والليبي، خصوصا بعد اكتشاف غاز شرق المتوسط. ثالثا، تطويع الجيوش الوطنية لهذه الدول وتحويلها لما يشبه شركة أمن تخدم الأجندة الغربية ومصالحها كما الحال في أوكرانيا مثلا. رابعا، منع ظهور نمور اقتصادية جديدة تنافس ولو جزئيا الهيمنة الاقتصادية الغربية، وتعطيل مشاريع السيسي للبنية التحتية والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ وشبكات النقل والسكك الحديدية. خامسا، رفض مصر المستمر إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها خصوصا الأمريكية. سادسا، جعل دول الشرق الأوسط ملاعب لاستضافة الحرب الباردة بين القوى الكبرى لتصفية الحسابات بين الكبار. سابعا، جيش مصر هو الجيش الأكبر المتبقي في الإقليم بعد تدمير العراقي والسوري والليبي، وتضاعفت قوته نتيجة التطوير غير المسبوق الذي نفذه الرئيس السيسي، خصوصا بامتلاك أذرع طولى في الجو والبحر والقواعد العسكرية على أطراف الجغرافيا المصرية، وتوطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح. إن اتساع قوة مصر العسكرية يزيد بالضرورة معها نفوذها السياسي، ما يمنع مخططات تفتيت العراق وتفكيك السودان وتقسيم ليبيا والتهام ما تبقى من فلسطين المحتلة. ثامنا، امتلاك مصر درة تاج العالم قناة السويس، والفوضى ستفتح الباب لتدويل إدارة القناة، ومن يسيطر من المعسكرين الأمريكي والصيني عليها سيمتلك نقطة تفوق استراتيجية عسكرية في حالة اندلاع الحرب المحتملة بينهم. تاسعا، انتهاج مصر في علاقتها الخارجية مبدأ التوازن وتجنب الاستقطاب واستقلال القرار الوطني، ما يجعلها تحت ضغط المخططات والمؤامرات الغربية لتطويعها سياسيا وقبولها إملاءات لصالح الأجندة الغربية ضد مصالحها الوطنية. 10، حرب الممرات التجارية، تحول مصر لرئة مشروع القرن الصيني طريق الحرير، والذي يضمن لها التفوق الاقتصادي على أمريكا من خلال مشروعات ربط البحرين الأحمر والمتوسط بشبكة من الطرق الحديثة وشبكة من خطوط السكك الحديدية كالعين السخنة العالمين وطاب العريش، بالإضافة لمشروع تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها وتطوير الموانئ بشكل غير مسبوق، خصوصا موانئ السخنة والعريش وبورسعيد شرق. وفي إطار الحرب على الهيمنة على الممرات والطرق التجارية وإفساح المجال للممر الهندي الصهيوخليجي الأمريكي، يكون ضرب مصر هو ضرب للصين. مصر هي الجائزة الكبرى لكل ما يحدث في الشرق الأوسط جغرافيا، وهي أيضا الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.